يعني تزداد شحا، يعني دول العالم لا تزيد بل تنقص، يعني لأنه بعض الدول تنهار اقتصاديا وبالتالي أنت لا تجد ما تبيع فيها أو تشتري، فبالتالي هناك شح في الأسواق. فعندما تجد سوق مهم مثل الجزائر ومثل المغرب يحصل حوله تنافس كبير، ولهذا تجد هذا الصراع الدولي. يعني لكن الجزائر والمغرب كل واحد عامل حاله أبو علي، وأنا حر وأنا حر. إيه نعم حر يا صديقي، لكن في النهاية قد يدفع بك إلى أتون الحرب وتجد نفسك تواجه صدر شقيقك. الجزائر يكون بسلاحه، اللي أمامه مين؟ هو مغربي، والمغربي كذلك بسلاحه مين اللي أمامه؟ شقيقه الجزائري. ونعرف في ديننا شو قال: القاتل والمقتول أين هم؟ فالقصد أمل أن لا يصل هذا الواقع، لكن الحقيقة مثل هذه التخندقات وهذه التحالفات وهذه